فمع الوقت ومع مرور الشهور ومع مرور السنين بتحس ان انت بدأت تكبر، وبدأ احساس الانبساط يقل ينزل، عمال كل شوية يقل 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 يقل. ده راجع لايه؟ راجع لان الانسان مهما كان مبسوط باللي هو بيعمله، فلو ما فيش عائد ورا اللي هو بيعمله مع الوقت هيبدأ يحس بالاحباط. ده في حاجة لازم تفهمها، من نعم ربنا سبحانه وتعالى ان انت مش مبسوط على طول. انا عارف انه يبان كلام دروشه، بس اسمع مني. من نعم ربنا سبحانه وتعالى ان انت مش مبسوط على طول. لو انت ما حسيتش بتعاسه في وقت من الاوقات مش هتحس بقيمه الانبساط. فدي النقطه، الانسان لو ما فيش شقاء في حياته مش هيحس بقيمه الانبساط، لو ما فيش وحده مش هيحس بقيمه اللمه، لو ما فيش شر مش هتحس بقيمه الخير، لو ما فيش فقر مش هتحس بقيمه الغنى، لو ما فيش تعب مش هتحس بقيمه الصحه. هي كده، هي كده. كل شيء موجود نقيضه عشان يحسسك بقيمته. بعض الناس لا تدرك قيمة الأشياء إلا حين تفقدها.